الكتاب انتشر جدا وخد صيت بسبب الحركة ديت، للدرجة اللي وصلت روبرت كيوساكي للنقطة الفارقة في حياته، وهي لما طلع مع أوبرا وينفري. لما طلع مع أوبرا حصل له حاجة بيسموها الأوبرا إفكت أو تأثير أوبرا وينفري. إن أنت لو كاتب أو صانع أفلام أو تاجر أو مخترع أو راجل عندك بيزنس وطلعت مع أوبرا، فتوقع إن المخزون بتاع الحاجات اللي عندك كله هيتنسف. الناس هتقبل على الحاجة بتاعتك وهيشتروها وهيخلصوا كل حاجة. من بعد ظهور روبرت كيوساكي مع أوبرا وينفري مبيعات الكتاب خبطت في السحاب، وفعلا من وقتها أصبح يعني في كل القوائم بتاعت الأفضل مبيعا، بيست سيلينج. اللي أنا اكتشفته إن قبل الكتاب روبرت كان بدأ كذا بيزنس، ولكن بعد نشر الكتاب وخاصة بعد ظهوره في برنامج أوبرا وينفري الكتاب فعلا أخذ صيت واسع جدا، وده ساعده إن هو يبيع كورسات ويبيع سيمينارز بأسعار فلكية، ممكن توصل لحد $50,000 للشخص الواحد اللي هيحضر معاه السيمينار ده.